اليوم غادي نشارك معكم البسباس بطريقتي، تيجي رائع كما كتشوفوا. كيجي معسل بحال هذا الشكل. نتمنى تعجبكم الطريقه. غندوزو المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. كنتمنى تعجبكم طريقتي. عندي البسباس غسلته نقيته مزيان كما كتشوفوا. كناخذ داك البسباس الصغير شويه، ما يكونش غليظ، انا تعجبني الصغير. غادي نقص هاد الاوراق كيكونوا طوال كما كتشوفوا. كما كتشوفوا داك الوراق الطوال نقصناهم. كما كتشوفوا كل حبه غادي نقسمها على جوج. هادو حبات غير مويان ما كبارش. الا خدينا داك حبات صغار كنخليو هكاك صحاح ما تنقسمهمش. كاين ما كبر، انا تعجبني هادو ما كبارينش ما صغارينش. كل حبه غادي نقسمها على جوج. غادي ناخذ الكوكوط فاش غنطيبو. غادي نستفو في الكوكوط ديالنا كما كتشوفوا. غادي نزيد العطريه، عندي قزبر، معدنوس، شويه الثومه، ندير شويه المليحه على حسب الذوق، شويه تحميره، شويه الكمون، شويه البزار. الا عندنا قزبر حبوب مطحون حتى هو كنزيدو. عندي معلقه الزبده او زيت بلديه مخلطه مع الروميه، كاس الماء باش غادي نطيبو. غير شويه الماء، ما كنكثروش الماء كما كتشوفوا. يلا نغطي غير نص ديال البسباس الطنجره. هذا بركه كافي هاد الماء كما كتشوفوا. غادي نسد عليه، نسد هذا الكوكوط ديالنا. غادي نحطها فوق البوطه. في الاول تنخليو العافيه مجهده، غير كتجي الصفاره كتصفر تنقص العافيه. تنخليوه يطيب على خاطرو كما كتشوفوا. بعد ما طاب نشوف مبقاش فيه الماء، قطره الماء والو، نشوف مزيان. غادي ناخذ واحد شويه الحامض، اي شي قطره ديال الحامض تنعصرو، من بعد كنخدموه في الطبسيل ديال التقديم. كيجي رائع، كيجي بنين الزبده. كنتمنى تعجبكم الطريقه. بعد ما طاب البسباس ديالنا تيجي بحال هذا الشكل، تيجي زوين، كيجي رائع. كنتمنى تعجبكم الطريقه، تجربوها ان شاء الله تعجبكم.